مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. كونتينيو، عندنا كونتينوس وكونتينوال، الكلمتين دول معناهم مستمر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ركز معايا عشان تعرف ايه الفرق ما بينهم وتاخد كل واحدة امتى. أول حاجة الكونتينوس بيركز على إجراء تحسينات صغيرة وتدريجية على العمليات أو المنتجات أو الخدمات باستمرار. ببساطة البحث المستمر عن طرق لتحسين الكفاءة والجودة. طب ايه هي طريقة العمل بتاعته؟ عادة بيبقى من خلال عمليات منتظمة زي دورة التخطيط والتنفيذ والتحقيق والتصرف بدء، وكمان بيحدد فرص التحسين وتطبيق التغيرات ومراقبة النتائج. وهنكرر الدورة دي ليه؟ For more improvement. تعال أقول لك على أمثلة بقى على الكونتينوس، زي برنامج كايزن، وده بيستخدم في منشأة التصنيع لتحسين عمليات الإنتاج، أو استخدام منهجيات لين لتبسيط وتحسين عمليات الإنتاج. تطبيق مبادئ أجايل في تطوير البرمجيات وتحسين مميزات المنتج باستمرار. من الفوائد اللي موجودة عندنا تحسينات مستدامة في الكفاءة والجودة، بيشجع على مشاركة الموظفين وتمكينهم، بيمكن المؤسسات من المحافظة على قدراتها التنافسية في البيئات الديناميكية. طب ايه القيود اللي ممكن نلاقيها هنا؟ هيحتاج التزامات كبيرة وموارد كبيرة للحفاظ على الاستمرار، وصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل. كونتينوال، بص الصورة دي هتوضح لك إن هو مرعب. التحسين المستمر هنا بيبقى عمليات تدريجية متواصلة لتحسين المنتجات أو الخدمات أو العمليات بمرور الوقت، وده برضه بتغيرات صغيرة تدريجية وتنفذ بانتظام. طب إيه هي طريقة الشغلانة هنا؟ هنا بيعتمد تحسين مستمر على إجراء تعديلات منتظمة وتدريجية بناء على الملاحظات والتقييم، وبيشمل تحديد مجالات التحسين وتطبيق التغيرات وتقييم أثرها لتحديد التحسينات الإضافية، زي دورات تدريبية منتظمة للموظفين، مراجعات دورية للعمليات لتحديد أوجه القصور اللي موجودة، تحديثات تدريجية لتطبيقات البرامج. طبعا مش هننسى الفوائد اللي موجودة هنا، إن في تحسينات تدريجية دون تعطيل العمليات، بيعزز ثقافة التعلم والتكيف المستمر، بيساعد المؤسسات على مواكبة تغيرات السوق. طب القيود اللي ممكن تقابلنا هنا، بيبقى التقدم أبطأ شوية مقارنة بالتغيرات الجذرية، ممكن توصل لمرحلة الرضا في مرحلة من مراحل التحسين وما تكملش، إلا بقى إذا كان عندك إلحاح بالاستمرار. طب إيه الخلاصة؟ المنهجين دول مطلوبين للمؤسسات اللي بتسعى إلى تحسين العمليات وتقديم قيمة أكبر لعملاء. الشركات أو المؤسسات تقدر تبني جو عام فيه تشجيع على الابتكار والتفكير الجديد، وكمان بيكون عندهم مرونة ويتأقلموا بسرعة مع أي تغيرات بتحصل حواليهم في السوق، وده اللي بيخليهم ينجحوا ويكملوا في شغلهم حتى لو الدنيا حواليهم بتتغير بسرعة جدا. كده عرفت ايه الفرق ما بينهم وامتى تستخدم كل واحدة فيهم، وبس كده.